السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بدأ النادي الأهلي الاستعداد بقوة من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 من خلال تدعيم الفريق بصفقات جديدة. وأعلن الأهلي خلال الأيام الماضية عن أولى صفقات البطولة باستعارة لاعبه السابق حمدي فتحي من الوكرة القطري خلال فترة البطولة. وتواصلنا مع وكيل اللاعب يوليسيس سانتوس لمعرفة إذا كان هناك مفاوضات أو اهتمام من جانب الأهلي، وقال: لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي، لكنه سيصبح حر الانتقال في نهاية الموسم، وسنكون منفتحين لدراسة كل العروض. كشفت تقارير صحفية سعودية النقاب عن اقتراب نادي الفتح من حسم صفقة انتقال لاعب الأهلي خلال الفترة المقبلة. وأوضحت صحيفة الرياض السعودية وفق مصادرها الخاصة أن نادي الفتح يقترب من حسم انضمام لاعب خط وسط النادي الأهلي مروان عطية. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تعاقد الفتح مع المدرب البرتغالي جوسيه جوميز عقب فسخ تعاقده مع الزمالك. الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أعلن قبل أيام عن عودة لاعب خط الوسط حمدي فتحي المحترف ضمن صفوف الوكرة القطري للمشاركة في كأس العالم للأندية. أعاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق فتح ملف الجدل حول أداء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وانتقاده بشدة، مسلطا الضوء على فساد رؤساء كاف على مدار 40 سنة. وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: ما يعجبني في الاتحاد الإفريقي هو ثباته على مبدئه منذ أكثر من 40 سنة. ترأسه رجل فسد من الفيفا بعد 30 سنة وأدين بتهمة الفساد، عيسى حياته. وتابع: وجاء من بعده رجل أثبت القضاء الفرنسي فساده، أحمد. ثم جاء رجل موتسيبي الذي حول الكرة الإفريقية إلى حقل تجارب ولخدمة أجندة إنفانتينو ورجاله للاستفادة من أصوات إفريقيا فقط في انتخابات الاتحاد الدولي دون وجود أي خطة لتطوير الكرة الإفريقية. وواصل: وكل هذا برعاية نجوم إفريقيا السابقين. الجوائز ما هي إلا واجهة بسيطة لما يحدث من فساد داخل الاتحاد الإفريقي لسنوات طويلة، وللأسف لن يتغير الحال قريبا. وأضاف ميدو في تغريدة أخرى: زيزو كان يستحق لقب أفضل لاعب داخل القارة، فهو قدم مستوى أفضل من أي لاعب آخر، ولكن للأسف المجاملات والعلاقات هي التي تحكم مصير الجوائز داخل الاتحاد الإفريقي. أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق غضبه الشديد عقب خسارة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وفشل اللاعب في الحصول عليها. وعلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على خسارة أحمد سيد زيزو لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وتعليقه على تواجد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء في منصب رئيس النادي. وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: المستشار مرتضى منصور آخر رئيس نادي شرعي منتخب من قبل الجمعية العمومية المحترمة يهنئ النادي الأهلي المصري بفوزه بجائزة أفضل نادي في إفريقيا. وتابع: كنت أتمنى أن يحصل نادي الزمالك العظيم على الجائزة، ولكن تم حرمانه منها بسبب أنه يعيش ضحية منذ عام 1992 في جو من المؤامرات منذ انتخابي عضوا في مجلس الإدارة. وأضاف: كنت أتمنى فوز لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو بجائزة أفضل لاعب في القارة، وهو يستحقها، وللأسف ضاعت الجائزة بسبب لبيب كشري النحس الذي رافق اللاعب الموهوب في رحلته إلى المغرب الشقيق. إنها عصابة من دلاديل عباس يعششون في نادينا البؤس والنحس.